السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخواتي أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي غاوي خسارة بمزاجي. بالنسبة لاخواتي اللي سألني قبل كده على موضوع ان الفرخة لما بترقد خلاص كده مش بتقوم، انا كنت عملت فيديو في القناة قلت فيه ان يا جماعه لا، في طرق معينه ان تخلي الفرخه تقوم. دلوقتي برضو فرخه خلصت عنقود بيضها اهي، بيضه على شوال وشايفين صوتها، فمش عايزه تقوم. انا بقى عشان اضطر ان انا اخليها تبعد عن الرقاد ده وتشوف ويبدا عنقود البيض يبدا معاها من اول وجديد، فبضطر ان انا اشيلها من هنا كده. طبعا هي هتيجي ترقد تاني في مكانها، فانا هحط لها حاجه زي دي كده على مكانها، اقفل لها المكان اللي بترقد فيه، فهي طبعا هتحاول ترجع لنفس مكانها اللي بترقد فيه اهي، بتدور يا ترى هو المكان بتاعي راح فين اهو. بصوا طبعا انا حطيت لها الجردل ده، فغيرت لها ملامح المكان كله بس اهي. بصوا اهي عماله تحاول من كل النواحي وعماله تقول يا ترى طب انا كنت هنا ولا كنت فين. هي شامه ريحه مكانها لان هي بتبقى عارفه المكان بتاعها. بصوا سابت المكان ازاي. بصوا هتاخد بقى ايه طرق كتير اهو، هتبدا هنا وهتروح هناك تاني، يا ترى انا اعرف ارجع ولا لا. بصوا اهو اهي، هي كده طبعا بتشتمني، الله بقى يسامحها مش مشكله. بس هتفضل كده يا اخواتي لغايه لما مش هتلاقي مكانها تاني، فهتضطر ان هي تبدا تنكش تاني في الارض وتعمل عنقود بيض. بس طبعا انا مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، ولكن دي طريقه مجربه من ضمن طرق ازاي تخلي الفرخه تسيب البيض وتسيب الرقاد وترجع لعنقود بيض جديد. دي طريقه تانية يا اخواتي من ضمن الطرق المجربه جدا، جربوها. واللي عنده اي استفسار يسالني وانا تحت امر اي حد في اي وقت. يومكم كله رزق ويومكم سعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.